خشوا بقى يا ولاد النهاردة على حلويات المذبح. ايه يا ميرو حلويات المذبح دي؟ هنعمل النهاردة مع بعض الطبق القمر ده، وهو عبارة عن كبدة وقلب وكلاوي ولحمة راس وزور. بصوا بقى النهاردة بجد الطبق ده يا ولاد وهم كده. وطبعا علشان تشتروا الطبق ده من بره يعني بجد بيكلف كتير جدا. فالنهاردة هنعمل النهاردة صينية حلويات المذبح القمر دي. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي. تعالوا بقى يا ولاد النهارده معايا فيديو جديد. ايه يا ميرو هتعملي لنا ايه النهارده؟ تعالوا بس كده نشوف، نصلي على الرسول كده ونسمي بسم الله وندخل كده بقلب جامد على فيديو النهارده. بس ما تنسوش بقى لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا بقى زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل الاشعارات كل ما انزل فيديو جديد. وطبعا الناس اللي بتتابعني لاول مره كالعاده انتوا كلكم على راسي من فوق، ويا ريت تنزلوا تقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد علشان انزل ارحب بيكم. وبجد بتشرف بيكم جدا، وكالعاده وجودكم منور حياتي كلها. النهارده هتعملي ايه يا ميرو؟ بس بصوا بقى قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده، الناس اللي ما بيوصلهاش اشعار يا ريت بقى تلغوا الاشتراك وتشتركوا تاني علشان يوصلكوا الاشعارات كل ما انزل الفيديوهات الجديده، لان بجد قناتي اليومين دول مش مظبوطه خالص بسبب وصول الاشعارات. يعني مفيش ناس كتير بيوصل لها الاشعار. يا ريت كده تلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا تاني، وبجد وجودكم كالعاده منور حياتي كلها. هتعملي ايه يا ميرو النهارده؟ هنعمل طبق حلويات المذبح اللي انتوا شايفينها دي يا ولاد. عبارة عن ايه يا ميرو؟ هنعمل النهارده كبده والكلاوي والقلب وكمان لحمه راس وزور. بصوا الصينيه كده يا ولاد مشكله من الاخر. دي الصينيه اللي بيسموها صينيه العيد. دي بتبقى صينيه العيد عيد الأضحى المبارك. بتبقى بصراحة جميلة جدا، وكمان بصراحة أنا أوقات بعملها في الأيام العادية عادي جدا، وكأنها أكلة جميلة جدا. بصراحة الأكلة دي تحفة وقريبة على قلبي جدا جدا يعني. فيا ولاد تعالوا نشوف احنا هنعملها ازاي النهاردة. جبت بس السكينة دي الجديدة، طلعت لها سكينة جديدة مخصوص علشان الكبدة بصراحة بتعوز ان هي تتقطع وتكون السكينة حامية علشان اللي هي يعني ما تتهرسش وكده. فجبت لها بقى السكينة الحامية دي علشان خاطر ايه يعني. بصوا الاكلة دي لازم لها سكينة حامية، فعلشان ان هي تتقطع كويس جدا. وطبعا هقطع الكبدة مكعبات كده، لان طبعا الكبدة دي هنعملها في صينية كده الحاجات دي كلها كده مع بعضها. فطبعا ايه ما بتبقاش اللي هي محتاجة الكبدة الشرايح اللي هي الرفيعة بتاع الكبدة الاسكندراني. دي مش هتبقى كبدة اسكندراني خالص، لان دي عبارة عن حلويات المذبح المشكلة. فطبعا بتبقى عبارة عن قلب وكلاوي ولحمة راس وزور وحاجات زي كده. فطبعا انا ما بحبش الفش علشان كده انا ما حطيتش الفش يا ولاد. هنا بقى بقطع القلب كده كمان مكعبات صغيرة. طبعا القلب ده بيبقى عبارة عن بصوا تحس ان هو كده لحمة حمرا صافية يا ولاد، وبيبقى طعمه جميل جدا. فقطعه برضو مكعبات صغيرة كده، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. وكمان هنا قشرت بصل كده وفلفل اخضر وطماطم. هتحط بصل وطماطم؟ ايوه هحط بصل وطماطم، لان طبعا البصل والطماطم مش هيبانوا خالص. والفلفل هحطه في الاخر. وهنشوف دلوقتي الطريقه مع بعض هنعملها ازاي. اول حاجه بس الاول هنعملها ايه؟ هنقطع كل الحاجات دي مع بعض. ما تنسوش يا ولاد تصلوا على النبي كتير او في الكومنتات، علشان لما بنبتدي يومنا كده بالصلاه على النبي بيبقى يوم جميل جدا وكله طاقه ايجابيه ونشاط كده وحماس. فصلوا على النبي كتير قوي في الكومنتات. وما تنسوش تدعوا لاختكم حبيبتكم ميرو دعوه كده حلوه من قلبكم. فهنا هتعملي ايه؟ هاخد بس الكبده دي احطها بس في التلاجة، يعني على ما اخلص تقطيع، ويعني نخلص الخطوه الاولى دي، لان الكبده ما بتتحطش دلوقتي وهقول لكم هنحطها امتى. فعلشان ما تسرش الدم بتاعها وكده فاشيلها في التلاجة او في الفريزر لمده 10 دقايق بس على ما اخلص تقطيع وتقطيع البصل والفلفل وكده. هقطع برضو فص الكلاوي ده. بصراحة يا ولاد الأكلة دي طعمها يعني بصوا في الجون جامد جدا، وحياة ربنا طعمها تحفة جدا. عايزة ايه توتة؟ ماشي. فبصوا عايزة اقول لكم تيا زي ما انتوا متعودين يعني كالعادة تيا ما بتسيبنيش في حالي، وزن ولازم كل ما اجي اسجل يا ولاد لازم تطلع لي كده في البخت. استناها لما تنام ما اعرفش اسجل، تصحى استناها لما بصوا ما تروح في اي حته ما اعرفش برضه اسجل. اي دودو حاضر.
هنا برضو ايه هقطع البصل كده هنا. بصوا عايزين تقطعوه جوليان، جوانح، مكعبات، بصوا اي حاجه انتوا بتحبوها قطع. انا قطعت شويه جوانح على شويه جوليان على شويه مكعبات، بصوا اي حاجه. فهو كده كده عامه اصلا البصل في الاخر ما بيبانش خالص ومش هتلاقوه، بيستوي جدا مع الحاجات دي وما بتلاقوش البصل خالص باين ولا الطماطم. فهقطعه الطريقه اللي انتوا حابينها اي حاجه. وكمان هقطع الطماطم والفلفل. تعالوا بقى هنا جبت صينيه كده كبيره على النار، جبت القارب الكبير لان بصراحه الصينيه المدوره بتاعتي مش موجوده فبره يعني. فتعالوا بقى هنا جبت اكبر صينيه عندي اللي هي بتاعه البشاميل القارب الكبير، وهبتدي ان انا احط فيها ماده دهنيه، سمنه بقى، زيت، حطوا اللي انتوا عايزينه. وطبعا البصل ده هخليه يكرمل كده ويبقى يعني يدبل كده شويه معايا، يستوي شويه يعني ياخد بس اللون الاصفر كده، مش هحمر البصل ولا اي حاجه. وكمان هنجيب معلقه توم حلوه كده نحطها عليه بس بعد ما يكرمل شويه. هقعد بس اقلب بقى فيه شويه كده لغايه ما يعني ياخد اللون الاصفر اللي انا محتاجاه. طبعا علشان انا مش محتاجه البصل يبان خالص. البصل بصوا اهم حاجه البصل والثوم والطماطم والله بيدوا طعم حلو جدا. يعني في ناس بتعملها بالثومه والفلفل بس، لكن البصل والطماطم بيدوا طعمه يعني طعم حلو جدا بصراحه. وجربوا الطريقه دي وعلى ضمانتي وهتاكلوا احلى طبق حلويات المذبح يا ولاد، طعمه فظيع. ف طبعا هو ده اللون اللي انا محتاجاه. هحط بس معلقه توم حلوه كده واقلبها برضو كويس جدا. وبعد ما اقلبها كويس جدا هقول لكم هنعمل ايه. يعني هتخلص على كده؟ لا مش هتخلص على كده، احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه التقيل يا ولاد جاي قدام. فخليكم معايا للاخر وتابعوا كده معايا الفيديو للاخر، وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم والطريقه بتاعتي تعجبكم. كده هنزل بقى بالقلب والكلاوي واللحمة الراس والزور. فين الكبدة؟ انا مش هنزل بالكبدة دلوقتي، لازم الحاجات دي تاخد بس ايه تقلبتين الاول كده ولا تاخد 10 دقايق، لان انتوا عارفين الكبدة ما بتغيبش خالص في السوا. فهقلبها كويس شوية كده واسيبها شوية على النار، وبعد كده هنزل بالكبدة. طبعا الكبدة حطيتها في الفريزر او في التلاجة من تحت علشان ما تصرش دمها، على ما ادي للحاجات دي كده تشويحه. وكمان هنزل بشويه فلفل اسود كده وشويه من البهارات اللحمه. بس كده، انا مش هحط اي توابل تانية علشان ما تضيعش طعم الحاجات القمر دي. فالسبع بهارات تكفي جدا عن اي بهارات، هي بتبقى فيها حاجات كتير جدا وبيبقى فيها كل حاجه. يعني بيبقى فيها لوري وحبهان وبيبقى فيها كل حاجة مطحونة. فبصراحة جميلة جدا جدا. فالصينية دي بصراحة يا ولاد العش يعني. فقلبتها كويس جدا كده، وهستنى بقى عليها شوية لما تاخد سوا، وبعد كده هنزل بالكبدة. بصراحة حاجة كده فاخر من الآخر. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. وهغطيها بقى شويه كده زي ما قلت لكم 10 دقايق، وبعد كده هننزل بالكبده مع بعض برضه. بصوا يا ولاد بجد انا محتاجه دعمكم ليا الفتره دي، لان بجد انا يعني بحس ان انا بنزل فيديوهات على الفاضي. فيا ريت بجد لو تقدروا تشيروا الفيديوهات دي لاصحابكم قرايبكم. يعني بصوا حاولوا ان انتوا كده تعملوا معايا حركه جدعنه وتشيروا كده الفيديو كل اصحابكم وحبايبكم علشان الفيديوهات توصل كده ايه للناس كلها. كده ايه بعد ما سبتها 10 دقايق جبت بقى الكبده كده من الفريزر، ويعني تخرت بقى الحاجات دي كلها على جنب كده علشان ادي للكبده صدمه. ما ينفعش اديها احطها كده على الحاجه كده وخلاص، لا لازم اديها كده صدمه في جنب كده الاول علشان تاخد ايه التشويحه في جنب كده لوحدها، وبعد كده اقلبها مع بعضيها كده علشان ما تتفتتش مني. لازم اديها صدمه. وهحط عليها شوية بقى فلفل اسود في جنب لوحديها كده علشان زفرة الكبدة. ففلفل الاسود بصراحة بيشيل اي حاجة. فبصراحة الحاجات دي يا دوبك شطفتها شطفة صغيرة جدا، لان الحاجات دي ما بتتغسلش، يعني الكبدة كمان ما بتتغسلش. فشطفتها شطفة صغيرة جدا، انا ما بعرفش بصراحة ما اغسلهاش. يعني في ناس كتير جدا ما بتغسلهاش، لكن انا بشطفها شطفة واحدة بس علشان بس الزفارة ومسكة الايد انا ما بحبش بصراحة كده. فزي ما انتم شايفين كده يا ولاد هديها بقى تقلبتين 3 حلوين كده، وهنزل برضو بشوية فلفل من اللي قطعتهم
وطماطم صغيرين جدا، علشان في الاخر خالص هننزل ببقية كمية الفلفل الاخضر. لكن بصراحة انا يعني بحط شوية طماطم بقى دلوقتي، علشان انا ما بحبش الطماطم تبان، والبصل كمان مش هيبان خالص، يعني البصل والطماطم في الاخر مش هيبانوا خالص. هحط شوية من الطماطم دلوقتي، وهحط برضو كام حباية فلفل اخضر بس كده يطعمولي بس الحاجة ويطلعوا الريحة الجميلة دي. وفي الاخر بقى احط بقية كمية الفلفل، لان بصراحة انا ما بحبش الفلفل بالذات في الكبدة يكون دبلان. فانا بحب الفلفل في الاخر كده يكون باين منها، وهتشوفوه في الاخر شكله عامل ازاي. هديها بقى تقلبتين كده، وهننزل بالملح في الاخر خالص زي ما بنسوي اللحمة بالظبط، علشان الحاجات دي بتاخد سوا، يعني معانا القلب بياخد سوا والكلاوي بتاخد سوا. فهنسيبهم بقى للاخر خالص زي ما انتم شايفين كده. بعد ما استوت بقى يا ولاد وخدت السوا اللي هو المظبوط، يعني شايفين الجمال والحلاوه. حطيت هنا بقى قرن فلفل حامي مع الفلفل الاخضر، وهقلبهم تقلبتين حلوين كده وخلاص، يعني دقيقتين بالظبط وهطفي، لان انا مش عايزه الفلفل بتاعي ده لونه يروح. انا بحبه كده صحيح كده، ويبقى مع الكبده طعمه حلو جدا. شايفين بقى يا ولاد القمر ده بعد ما خلص؟ يعني حاجة كده فاخر من الآخر. تدوله بقى كام من 10 الطبق القمر ده؟ انزلوا بقى اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في صينية حلويات المذبح القمر دي. كمان عملت جنبها سلطة طحينة ومخلل، وكمان بطاطس محمرة. طبعا في ناس بتحب تاكلها بالمكرونة، وفي ناس بتحب تاكلها بالعيش والطحينة. انا من الناس اللي انا بحبها بعشقها جدا بالعيش والطحينة. تعالوا كده ندوق مع بعض ونشوف طعمها عامل ازاي. بصراحة كده يا ولاد والله العظيم طعمها كان تحفة. هناخد بقى يا ولاد معلقة كبدة كده، والطبق المشكل كده والقلب والكلاوي القمر ده، على معلقة طحينة بقى، وندوق بقى. يا سلام على الجمال، وحياة ربنا يا ولاد حاجة كده فاخر من الآخر، طعمها كان تحفة بجد يعني. فأتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي. لو انتوا عندكم الحاجات دي بجد جربوها، طعمها حلو جدا. وكمان جربوها بالطريقة دي، مش بالفلفل بس والتومة، حطوا عليها بصل وطماطم واعملوها بنفس الطريقة اللي انا عملتها دي، بجد تحفة جدا. شايفين الطبق عامل ازاي؟ ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشيروا الفيديو ده لاصحابكم وحبايبكم. وعايزه بقى لايكات كتير وكومنتات قمر كده زيكم. وان شاء الله باذن الله اعمل لكم وصفات حلوه كتير جدا الفتره اللي جايه دي، وروتينات وفلوجات وحاجات كده قمر قمر كده زيكم. وسلام.